السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وندعي لاخواتنا في غزة، فلسطين، جنوب لبنان، سوريا، العراق، اليمن، السودان، مصر، كل البلاد ربنا معاهم، ربنا ينصرهم نصر عزيزا مقتدر. اللهم نصرك الذي وعدت. بشكر كل اخ واخت خارج مصر وداخل مصر على راسي. بحبكم قوي، ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب، وانتوا السند والعون بعد ربنا. وان شاء الله قناتي هتكبر بيكم وليكم باذن الله. بشكر الناس اللي بتخش قناتي جداد. انتوا تاج على راسي، نورتوني وشرفتوني، بحبكم وبحترمكم. حطوا لنا بقى اللايكات حبايبي، وكل سنه والاخوه المسيحيين طيبين. بجد احنا كلنا اخوات يا جماعه، مش عايزين نشكك في الموضوع ده. حقيقي بجد احنا بنهنيهم في عيدهم زي ما هم بيهنونا في عيدنا، فما فيش فرق بين مسيحي ومسلم. كفايانا بقى الكلام ده. احنا زمان كلنا كنا مع بعضينا مسيحيين ومسلمين، ما فيش فرق، كل سنه وهم طيبين اخواتنا. حطوا لي اللايك حبايبي. هنتكلم النهارده في كذا موضوع. هنتكلم في الست ام جنى وصينيه العجه اللي بصراحه قرفتنا في الاكل كله، وهنتكلم على احمد جوهر، وهنتكلم على الست أمونة والست بكابوزة. هنبدأ طبعا بجمهورية أحمد وأمل وأحمد جوهر. وبصراحة اتفاجئنا إن هم اتحكم عليهم السبعة بثلاث سنين سجن، وصدروا العربيات طبعا. ويعني مهما قلنا يا جماعة، اختلفنا اتفقنا. بجد القناة دي قناة هنقول حلوة مش وحشة، المحتوى بتاعهم حلو، بيقدموا تحديات، بيقدموا روتين، بيعملوا كل حاجة بصراحة. القناة محترمة جدا. أحمد جوهر طبعا طلعوا علينا، وماما فادية بتبكي بكاء. طبعا دي أم يا جماعة، وكلنا أمهات وحاسين بالضنا طبعا. ولادها كلهم، يعني هنقول ام مالك اللي هي الناس اللي بتسأل طب ام مالك ملهاش في الميديا ولا بتصور ولا ليها دعوة، دي بره الكاميرا خالص. هنقول لكم يا جماعه عشان هي ظهرت في المقلب. اللي ما يعرفش ان احمد جوهر كان عامل مقلب العريس اللي اتخطف، وكانت طبعا راي عام والدنيا كانت مقلوبه. عايزين نقول لماما فاديه بس قلبنا معاكي، لكن حضرتك بتقولي ان يعني المقلب ده هو يخصه هو بس، او هو اللي هيتاذى بس. طيب يا ست او هقول يا ماما فاديه زي ما بيقولوا لك، ما هو برضو روع الناس، يعني هو عمل ترويع للناس طبعا. ما هي مصر برضو السياحة، ما ممكن كده السياحة برضو يضرب السياحة وغيره وغيره. فاحنا بس في الاول وفي الاخر دي قلب ام وقلبنا معاها، وربنا يا رب يطلعوا منها على خير. اولا في استئناف يا ماما فادية وبابا جمال وامل طبعا حزينه جدا على جوزها. طبعا احنا يا جماعه بنقول دول كذا عيله، يعني ان شاء الله باذن الله في الاستئناف ربنا يوقف لكم قاضي ابن حلال كده يكون في قلبه الرحمه. طبعا يا جماعه ما بنشككش في قضاء مصر، قضاء مصر عادل جدا جدا. لكن اللي انا عايزه اقوله بس، طيب هو كان عامل مقلب العريس اللي اتخطف، وكان نيته ان هو مقلب، لكن المشكله ان ما خدش تصريح. هو لو كان خد تصريح بالمقلب ما كانش حصل ده كله. لكن هو صور بره القاعه كمان، هو كان عايز يعمل فرحه. احنا عارفين طبعا ان هو متجوز وعنده بنته ايلين وعنده ركان من طليقته الاولانيه، لكن هو كان بيعيد الفرح وعايز يعمل فرح تاني، وكان عازم القنوات كلها. لكن للأسف ما كانش واخد تصريح بالمقلب. هو طلع طبعا حزين جدا وبيقول يعني ما هو في ناس كتير بتعمل مقالب، لكن اشمعنى انا اللي اتخذت كده انا واخواتي 3 سنين. هو فعلا 3 سنين حكم صعب جدا، لكن انتوا ما حضرتوش يا احمد. انتوا لو كنتوا حضرتوا من اول جلسة ما كنتوش، متهيألي ما كانش القاضي اداكوا 3 سنين. اكيد بيبقى في احترام للقاضي والجلسة. طبعا انتوا ما حضرتوش فلازم اداكوا عشان كده 3 سنين. وان شاء الله باذن الله في الاستئناف ممكن الحكم يقل، او تاخدوا براءة او غرامة أو يعني على حسب يا جماعة. فربنا يا رب يخرجكم منها على خير. ده ابتلاء وابتلاء عظيم، فلازم نرضى بقضاء الله وقدره، وربنا يا رب يخرجك منها يا احمد ويطمن قلب والدتكم، وان شاء الله خير. حطوا لي بقى اللايك حبايبي. هنتكلم على الست ام جنى وصينيه العجه. يا ام جنى انت طالعه الفيديو ده
اول مره تعملي فيديو 13 دقيقه شفناكي اولا لابسه الجلابيه الحمراء اللي انت ما بتغيريهاش، وزعلانه ان مازن يعني انت بتقولي اكيد ابوكي يا جنى، ده انا قمت دورت عليه في الحمام والاوض ما لقيتهوش، هو راح يغرغر بواحده تانية. لما انت عارفه ان هو راح يغرغر بواحده تانية، غيري الجلابيه اللي انت لابساها بقالك اسبوع بتصوري بيها يا ام جنى، الطيور اللي انت عماله تربي فيها، العماير اللي بتاخديها والبيوت كل ده مش هينفعك. يعني لما مازن يروح يتجوز واحده عليكي هتعملي ايه؟ ما ينفعش على الهوا كده تطلعي وعامله صينيه العجه دي. انت قرفتينا من الاكل كله يا ام جنى، اسمحي لي اقول لك كده، عيالك ما بياكلوش العجه، انت عامله ليه الصينيه دي كلها وبتقولي انا عاملاها ب10 بيضات؟ طيب ما هو البيض عندك ما انت بتجيبيه ببلاش طبعا من الفراخ اللي عندك دي، عيالك قالوا لك قبل كده البيض زفر، احنا مش هناكل. ما تاكليش ولادك اكل بالعافيه، انت قلبه على العيال الثلاثه عشان مش عايزين ياكلوا عجه، بتقولي لهم في الفراخ واللحمه بس بتاكلوا، ما ياكلوا يا ستي بألف هنا، ده احنا بنشيلها من بقنا عشان ولادنا. يعني شايفينك برضو الولد الصغير اللي بيعيط على طول على الاكل، بتاكلي اكله. انتبهي لاولادك، اديك اهوت انت قاعده مش طايقه اولادك ولا طايقه نفسك. واحمد طبعا اتصلت انت بيه وهخلي يوم ابوكوا اسود، هو في حد يقول كده على الهوا يا جماعه؟ انت مهزقاه اصلا، انت خلي بالك. الناس بتقول لعبه وعاملاها مجنى، لا يا جماعه واضح على وشها الزعل والعياط باين عليها جدا في الفيديو ده. ابنك ريان اللي بتقولي له ضربه في كرشك المدلدل، انت ما بتحترميش ولادك قدام الناس، يبقى لما الناس تيجي تغلط في ولادك او في مازن ما تبقيش ترد على المتابعين، ما هو انت اللي مهزقاهم يا ام جنى. عيالك ما بتاكلش العجة، اكلوهم يا ست اكل صحي، ما ياكلوا فراخ ياكلوا لحمه، ما انت مليونيره، انت مكنزه الفلوس دي كلها والعمارات والهيصه اللي عندك والبيوت دي هتعملي بيها ايه في الاخر؟ اهو ولادك اهم مش طايقين بعضيهم. جنى رمت لك كيس المناديل وانت عماله تقولي يا ريان هات المناديل هات المناديل، الولد مش سامع كلامك، راحت جنى جايبهولك وحتفهولك بطريقه، ما هو ده اخرتها، العيال جواها كبت يا ام جنى. بجد والله الواحد ما عارف يقول لك ايه. طبعا انت قفلت الفيديو فجأة، ما سلمتيش على الناس ولا نهيتي الفيديو، قفلت في وش المتابعين. واضح ان انت فعلا هتخلي وقعة مازن سودا، مازن واضح ان هو فعلا بيلعب بديله. الحقي نفسك بقى يا ام جنى، انتبهي لنفسك يا ام جنى، نضفي نفسك. انا اسفه اقول لك انت ازاي ده انت بتروحي للدكتور وريحه البط والكاكا بتاعت البط في هدومك، ازاي انت كده؟ يبقى اكيد لازم يبص عليك يا ام جنى، ما تبقيش تزعلي منه. هنشوف الايام الجايه، هي مختفيه بقالها يومين دلوقتي يا جماعه، هنشوفها دلوقتي هي مختفيه ليه. ومازن اكيد والله لازم يبص يا ام جنى، لانك انت بصراحه زي ما الناس بتقولك انت مش ست، انت مش متبهه لنفسك. الست تنظف نفسها، تنظف بيتها، تنظف حياتها، بط ايه وفراخ ايه ودنيا ايه اللي انت مش قادره تستغني عنهم بجد. يعني تعبنا يا ام جنى معاكي وخلصنا فيكي كل الكلام. بنتك جنى اللي هي بتنفخ ومش طايقه نفسها، ما هو كبت، انت كبتاهم، حتى اللقمه عاملاها لهم بالعافيه. عجه ايه اللي انت تعمليها وعيالك مش بيحبوها؟ منظر العجه قسما بالله انا وانا بتفرج سامحوني انا كنت هرجع يا جماعه، مش عايزه اطول في الموضوع ده، منظر العجه يقرف وشكلها ني، ايه يا فرحتي مسويها من تحت، شكلها ني اصلا. حطوا لي بقى اللايكات حبايبي، هنتكلم في اخر موضوع. والست امونه طلعت علينا والقناه الجديده اللي عاملاها البكابوزه وهي، فبصراحه عايزه اقول لك كلمتين يا ست امونه. هي طلعت علينا وقالت كان عيد ميلاد يوسف ابن اختها وكانوا يعني عملوه، فالست بكابوزه اللي هي ست بطه صاحبتها الانتيم بتاعتها كانت واخداها معاها عند اختها ام راشد. بس بصراحه انت وام راشد ما عجبتونيش خالص، الست بتتكلم بكل تلقائيه وانت مش مديها فرصه، انت معلماها الادب يا ام ضني، بصراحه ما ينفعش، سيبيها تتكلم بحريتها. انتوا الاتنين لخمينها في الكلام، الست تلقائيه وعفويه، حتى بتقول لكم كل وقت وله اذان، عيبتوا عليها. ايوه الست بتعبر صح، كل وقت وله اذان. دعت لابنك وقالت يا رب يجيبهولك ويطمنك عليه، طبعا انتوا بصيتوا لها بصه غريبه، لا ما تسميش ولا ما تعمليش، يعني ما هي الست بتلقائيتها، انت بتحفظيها، هي مش عارفه تحفظ لان هي الست عفويه
على قد ما هي كده، بس ست عفويه وجميله. اطلعي اعملي، اتكلمي براحتك يا ست بكابوزه. بصراحه الناس حباكي، حتى في الكومنتات بيقولوا لك اتكلمي براحتك انت بعفويتك. بتقول لك كل وقت وله اذان، يعني ما هو فعلا، يعني هنقول مثلا الظهر له اذان، العصر اذان، العشاء اذان. هي قصدها تقول لك يعني وقت ما ربنا يأذن، زي ما كل وقت له اذان، زي ما ربنا هيأذن هي ابنك هيجي ويبص على رجلك قبل ايدك. هي قصدها كده. الست مش عارفه تعبر. انت طب ما انت يا مضني لما طلعتي علينا ما انت بتتكلمي برضو بكل تلقائيه، بس محدش قاعد لك على الواحده كده. بصراحه الست صعبت عليا. انت واختك من ناحيه وهي من ناحيه. الست ملخومه مش عارفه تتكلم، الست بكابوزه طبعا. ربنا يوفقك في القناه. بجد ان شاء الله باذن الله تلقائيتك دي هتحبب الناس فيك يا ست بطه، او يا ست بكابوزه. فربنا يعني يهديكي يا امونه على صاحبتك. انت بصراحه لما بتطلع معاكي محجماها يا ست امونه في الكلام. هي بتدعي لك وبتدعي لابنك ان هو يجيلك ويرجع تاني ضمني العاق اللي احنا مسميينه عاق. فهي بتدعي لك عادي. تقولي لها لا اصل احنا بره الكاميرا لما نتكلم ونحكي معاكي في حاجه ما تطلعيش تقوليها على الكاميرا. الست على الفطره، ومهما كانت هي ست مدردحه ولا ست متكلمه ولا بره الكاميرا، هي هايبه الكاميرا. الكاميرا فعلا يا جماعه في ناس كتير بتبقى هايبه الكاميرا، بيبقوا مكسوفين اصلا. فبجد حتى هي في المقدمه بتاعت الفيديو قطعت، يعني حصل تقطيع في الفيديو كذا مره في المقدمه بس. فارحميها شويه يا مضني، وواحده واحده عليها، وسيبيها تتكلم بعفويتها. ده اللي انا كنت حابه اقوله لك. انت وام راشد صراحه يعني كنتوا بتتريقوا عليها، بس بطريقه يعني هنقول بتتريقوا بمعنى اصح يعني. فواحده واحده عليها. دي صاحبتك وانتمتك، وربنا يهدي لكم الحال يا رب. وانا بجد بشكركم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لحضراتكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.